مش عارف هتصدقني ولا لأ لما أقولك إن أنا قاعد القعدة دي بقالي ساعة أو أكتر، عمال كده أفتكر كده. هل في نادي على مستوى العالم الإدارة بتاعته كان عندها فريق قوي وفريق فيه نجوم وفريق بيجيب بطولات، قامت الإدارة دي عمالة تبيع في اللعيبة بتاعت الفرقة وعمالة تبيع في نجوم الفرقة وما عوضتهاش بنجوم تانية، فده ادى الى ان المستوى يقل. عمال افتكر هل في حاجه كده في العالم كده حصلت قدامي، مش فاكر الصراحه. طبعا اللي حصل في مباراه شباب بلوزداد يعني مش مفاجاه بالنسبه لي. انا مش عارف هو مفاجاه بالنسبه لك ولا لا، بس مش مفاجاه بالنسبه لي. احنا ادائنا سيء، واتكلمت معاك في الحلقه اللي قبل اللي فاتت لما كنا بنتكلم عن المحترفين بتوع النادي الاهلي، وقلت لك ان احنا ادائنا من سيء لاسوأ، وان احنا من اول الموسم واحنا شكلنا وحش، وان احنا من اول الموسم واحنا ما بنلعبش الكرة المطلوب مننا ان احنا نلعبها. لا بنلعب ادائنا، لا بنلعب لعبنا، ما عندناش الدوافع بتاعة الفوز، وده باين جدا. روح الفرقة اللي هي اهم حاجة في النادي واهم حاجة في فرقة النادي الاهلي، روح الفرقة ما عادتش موجودة. عايز اتكلم معاك في كذا نقطة كده. سيبك من ماتش فنيا، يعني اكيد هنتكلم، بس ماتش فنيا يعني هتقول ايه؟ احنا كنا وحشين. ابسط كلمه نقولها، احنا كنا وحشين، احنا كنا سيئين. لكن عايز اتكلم معاك في ايه السبب في اللي النادي والفرقه وصلوا له في الفتره الحاليه، ايه اللي ادى للكلام ده كله. لكن قبل ما نتكلم في اي حاجه ما تنساش، يعني مش هيبقى هزيمه وخراب ديار يعني. انزل اعمل سبسكرايب للقناه، فعل زر الجرس عشان تجيلك تنبيهات بكل حلقاتنا. اعمل لنا 2 شاي كده او 2 حاجة سخنة كده ندفي بيها نفسنا كده في الجو الشتوي دوت. وما تنساش في الاول كده تدعي لاخواتنا في فلسطين وفي سوريا وفي لبنان وفي العراق وفي كل دولة عربية واسلامية. ربنا ينصرهم ويعزهم ان شاء الله، وربنا يجعل نصر حليفهم على العدو الصهيوني الغاشم. ربنا ينصرهم باذن الله نصرا عزيزا مؤزرا باذن الله. اعمل لنا كده حاجة كده نشربها، روق لي بالك كده، صفي لي دماغك، وتعالى بينا علشان في كلام مهم قوي لازم نقوله. طيب صلي بينا على النبي كده عليه افضل الصلاة والسلام. وخليني من وجهة نظري، كل الكلام اللي انا هقوله لك ده من وجهة نظري، وحابب اسمع برضو رأيك في التعليقات. برضو قول لي رأيك في التعليقات. شوف، مارسيل كولر بقاله فترة وحش. مارسيل كولر بقاله فترة بيعمل حاجات غريبة في الملعب، تشكيلات غريبة، تغييرات اغرب، كل الحاجات دي بس انا في الاسباب اللي انا هحطها لك دلوقتي، انا هحط مارسيل كولر اخر واحد سبب في الهزيمة. شوف بقى، مع انه غلطان، ومع انه بيعمل حاجات غلط، ومع انه بقاله فترة بيعاند، ومع انه بقاله فترة بيعمل حاجات غريبة عليه هو نفسه، ولكن انا هحط مارسيل كولر اخر واحد. في ناس قبليه هيشيلوا الليلة. رقم واحد، بسم الله الرحمن الرحيم كده، الإدارة رقم واحد. وأنا وغيري يعني مش عارفين هنفضل لغاية امتى نتكلم في الإدارة بتاعة النادي الأهلي وتعاملها مع الفرقة. احنا كان عندنا، بنينا فرقة قوية في 2019، وموسيماني جه عمل فرقة، وفايلر قبليه بالمناسبة عمل فرقة وعمل هو النواة، وجه موسيماني كمل عليه، وبعد موسيماني جه مارسيل كولر، وعملنا فرقة قوية. لسبب ما انا اجهله، لو تفتكر مثلا في ماتش ريال مدريد اللي احنا اتغلبناه 4-1 في كاس العالم للانديه، احنا كنا عملنا ماتش عظيم. سيبك من الهزيمه، ماتش عظيم، وبتضغط على الريال وبتعمل هجمات خطيره وبتضيع فرص. كان مشكلتنا في ماتش الريال ان احنا عندنا فرقه قويه، ينقصنا المهاجم اللي يترجم الفرص دي الاهداف. وكنا بنقول يا اداره هات لنا مهاجم. جت الاداره فعلا وهاجمت لنا مهاجم، وسام ابو علي، مهاجم ما شاء الله تقيل وقوي وسفاق، كل حاجه اللي انت عايز تقولها قولها. لكن في المقابل، لسبب ما انا اجهله، الاداره بدات تفرط في نجوم الفرقه، واحد ورا التاني واحد ورا التاني واحد ورا التاني، وما بنعوضش. ما بنجيبش لعيب على قدر المسؤوليه، ما بنجيبش لعيب يعوض اللي فات.
فبقى الاسكواد بدل ما هو بيعلى، وبدل ما هو المفروض يعلى والمفروض ان هو يبقى قوي، الاسكواد كل شويه عمال يقل، وبالتالي مستوى الفرقه بيقل. فانا مش عارف هل اداره النادي الاهلي شايفه اللي احنا بنشوفه؟ يعني هل اداره النادي الاهلي، رئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب، الاداره الفنيه للنادي، لجنه التخطيط لو في لجنه تخطيط، مجلس الاداره، اي حد مسؤول عن المنظومه الكرويه، هل شايفين الاداء اللي فيه النادي الاهلي؟ هل عاجبهم الاداء اللي فيه فرقه النادي الاهلي؟ يعني مش عايز، يعني احنا طبعا النادي الاهلي في افريقيا كبير باسمه، وباي سكواد نقدر نجيب بطوله افريقيا، لكن انت لو عايز راينا الشخصي، احنا بالاداء ده مش المرشحين الاول لاخذ بطوله دوري ابطال افريقيا، بقولها لك اهو بمنتهى الصراحه. احنا بالاداء ده، بالفرقه دي، بالتفضيه اللي عماله تحصل في الفرقه، بالروح اللي عند الفرقه اللي هي عماله تنزل ماتش ورا التاني، وعلى العزيمه اللي هي مش موجوده، احنا مش المرشحين الاولانيين لاخذ البطوله دي. مش عارف ده بقى هيبقى واقع سمعك للكلام ده عليك ايه، مش عارف، بس هي دي الحقيقه. انا بالنسبه لي بالاداء اللي احنا عمالين نعمله، ماتش انبي اللي فات، والماتشات اللي قبله في الدوري، وماتش دوري ابطال افريقيا، والانتر كونتيننتال، والحاجات دي كلها، العك اللي احنا عمالين نعمله من اول الموسم ده، احنا مش المرشحين الاولانيين ان احنا ناخد البطوله السنه دي. هل الاداره مش شايفه الكلام ده؟ النهارده بقينا كام يناير؟ 3 ولا 4 يناير؟ 4 يناير. هل الاداره زي كل مره او زي كل فتره تعاقدات مستنيه لما الفتره تخلص وترجع تقول الوقت ده همنا وما عرفناش نجيب؟ مستنيه ايه الاداره في اللعيبه اللي خلاص خلصت، شطبت؟ في لاعيبه عندنا في النادي الاهلي ما عادش عندها العزيمه، تشبعت كرويا وتشبعت بطولات، مستنيه ايه الاداره منها؟ مستنيه ايه الاداره في التدعيمات؟ مستنيه ايه الاداره في الملف اللي انا كلمتك عليه في الفيديو اللي قبل كده لما كنا بنتكلم عن اجانب النادي الاهلي؟ مستنيه ايه اداره النادي الاهلي من الاجانب اللي ما بيفيدوناش بحاجه؟ فين التدعيمات بتاعه الاجانب؟ فين الثلاثه اللي تحت السن في الاجانب؟ ملف اداره النادي الاهلي وتعاملها مع الفرقه ملف سيء جدا. انا بس بحاول انقي الفاظي. ملف سيء جدا. على فكره أنا مش يعني المشكله مش عندي مش في الهزيمه، وارد اي فريق يخسر، وممكن كنت تعمل ماتش حلو وتخسر. الخساره زي ما انا بتقبل الفوز بتقبل الخساره شيء لازم نتقبله كلنا، لكن الوحش ان انت تبقى وحش بقالك فتره ووحش في الماتشات وانت شايف ان انت وحش وما بتعالجش الوحشه اللي عندك دي، ده مشكلتي بقى. فده مشكلتي مع اداره النادي الاهلي. شايفه الفرقه مستواها بينزل من سيء لأسوأ ومفيش تدخل. شايفه المحترفين ما بيقدمولوش، او 99% من المحترفين ما بيقدموش المطلوب وبرضه ما بتتحركش. شايفه في لاعيبه في الفرقه مصريين محليين خلاص شطبوا، ما عادوش ذو اهميه للفرقه وبرضه مصممين عليهم. من يتحمل المسؤوليه عن اللي واصل فيه فرقه الكوره في النادي الاهلي؟ رقم 1 الاداره، رقم 2 بقى عندي اللعيبه. شوف قبل كولر كمان اللعيبه. ليه؟ انا بحط نفسي انا كلاعب في النادي الاهلي باخد ملايين، يعني حالتي الماديه الحمد لله كويسه، ربنا فاتحها عليا من النادي الاهلي، بقى اسمي معروف واخد شهرة وبنزل في الشارع، الجماهير والناس العادية بتتفرج معايا او يعني تيجي تتصور معايا وتيجي تسلم عليا، وبقيت شخص معروف ومشهور. بروح منتخبات بلادي سواء محلية او سواء منتخب مصر او انا لاعب مصري او لاعيبة اجانب. فانا في النادي الاهلي عندي بدل الميزة مليون. في لاعيبة في النادي الاهلي خلاص تشبعت بالبطولات، بتنزل تلعب، يعني تحس كده ان هي مثلا مغصوب ان هي تلعب، مغصوبين ان هم يلعبوا، حد مسك عليهم زله مثلا لو ما نزلتوش لعبتوا هنعمل فيكم كذا وكذا. في لعبه في النادي الاهلي مستوياتها غريبه، هي لعبه كويسه بس مستوياتها غريبه، بدون ذكر اسامي، انا وانت عارفين الاسامي، بدون ذكر اسامي، مستوياتها غريبه.
واداءاتها اغرب، والمفروض تقعد دكه. لو في عدل في الفرقه، هو ما فيش عندنا دكه، يعني احنا لما وصلنا يعني الفتره، او وصلنا الوقت ان احنا ما عادش عندنا دكه اصلا، فمش عارف هم هيقعدوا دكه لمين، ولكن المفروض يقعدوا دكه. اللاعب الوحش يقعد دكه. في عندنا لاعيبه وحشه في الملعب كتير، من اول حارس المرمى اللي كان سبب رئيسي في الهدف اللي دخل فينا امبارح، واللي المفروض يقعد دكه بقى للحارس الاحتياطي بتاعه، لغايه ناس كتير في الملعب. احنا عندنا لعيبه وحشه، وعندنا لعيبه مشكلتها ان هي ما بتجددش الحوافز لنفسها. يعني انا اخدت بطولتين دوري ابطال افريقيا، ايه المشكله لما اخد 3؟ ايه المشكله لما اقارن نفسي في يوم من الايام بعد ما اعتزل بكابتن وائل جمعه او بوتريكا اللي قاعدين في الاستوديو التحليلي، اللي واحد فيهم معاه 4 أو 5 دوري ابطال افريقيا والتاني معاه 6؟ ايه المشكله لما جدد الدوافع اللي عندي؟ اخدت دوري ابطال افريقيا، اخد اللي بعدها، واخد اللي بعدها، واخد الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه، اخدت 5 دوري اخد 6. رحت كاس عالم مره واثنين، ايه المشكله لما اروح واحسن من مراكزي في كاس العالم؟ لكن هل لعيبه الاهلي في الجيل ده قدموا كتير؟ سيبك من كده. لكن هل في بعضهم بيجدد دوافع يعني لنفسه داخل نفسه؟ خالص خالص. مفيش اي عزيمه عند لعيبه النادي الاهلي بربع جنيه. انت يعني انا ماتش انبي اللي فات والماتش بتاع امبارح، يعني انا مش عارف اوصلها لك ازاي، بس انت عارف لما تبقى انت لما تخرج انت بتشجع فرقه وتقول مثلا ايه ده، احنا النهارده نستحق الهزيمه، مع ان انت بتحب الفرقه دي، بس كنت تتمنى الهزيمه للفرقه دي عشان الفرقه دي وحشه. انا كده ماتش انبي اللي فات احنا كنا وحشين قوي، وحشين قوي، يعني سيئين للدرجه اللي هي يعني تتمنى ان انبي تجيب جون علشان تبقى دي قرصه ودن للعيبه. وجات البلانت بتاع انبي واللعيب بتاعهم اللعيب بتاعها حطه في السماء. امبارح احنا كنا في ماتش بلوزداد، الشوط الاولاني ده بلوزداد سوانا كده اهو، عارف لما تقلي طعميه كده تحطها في الزيت، سوانا. احنا الشوط الاولاني ما جيناش، ما رحناش الجزائر خالص. الشوط الاولاني في ماتش شباب بلوزداد ما رحناش الجزائر. كنا يعني اللعيبه كانت عماله تتفرج معانا على الماتش هنا من القاهره، من مصر، من هنا. الشوط التاني اتحسنا شويه اهو، بس برضه انا مش فاكر هجمه خطيره غير الفاول بتاع يحيى عطيه الله في الشوط الاولاني اللي حطها فوق العرض. انا مش فاكر كوره خطيره للنادي الاهلي جت 90 دقيقه ولا 100 دقيقه بالوقت الاضافي. مش فاكر كوره خطيره جت للنادي الاهلي. من المسؤول عن ده في اللعيبه؟ مين؟ ليه اللعيبه ما بتجددش الدوافع بتاعتها ان انا انزل كل مباراه احسن من ادائي، احسن من نفسي، اثبت للمدير الفني ان انا استحق مكان في التشكيله الاساسيه؟ هل عندنا اللعيبه دي دلوقتي؟ خالص. كلهم بلا استثناء واغلبهم بلا استثناء يستحقوا ان هم يجلسوا دكه، لا يستحقوا ان هم يتواجدوا في ال11 الاساسيين خالص، بمنتهى البساطه. ده هياخدني بقى للسبب الثالث، هو مارسيل كولر. شوف انا بحب مارسيل كولر جدا، يعني انت لو جيت شفت مين الناس اللي بتدافع عن مارسيل كولر، رقم 1 هتلاقي انا. بحب مارسيل كولر جدا، ومدير فني عبقري، مدير فني بيعجبني في قبل الاداره الفنيه بتاعته، بيعجبني فيه الجوانب الانسانيه والروح الحلوه بتاعته. مارسيل كولر على الناحيه الانسانيه كويس، مع اني مش هستفيد بيها حاجه، بس على الناحيه الانسانيه والتعامل مع اللعيبه والجمهور كويس، وفي الناحيه الاداريه والفنيه برضه كويس جدا، واثبت كده مليون مره. ولكن انا عندي مشكله مع مارسيل كولر في الفترات الاخيره في حته العناد. وحابب برضه اسال مستر مارسيل كولر، هو انت يا مستر مارسيل كولر اللي انا اعرفه عنك واللي انت وريته لنا في السنتين او السنتين وشويه اللي انت معانا فيهم، ان انت صاحب شخصيه قويه، هل انت ارغمت على انه في ناس تمشي من الفرقه غصب عنك؟ في الحالة دي انت تتحمل المسؤولية، لان انت المدير الفني، محدش هيتسأل غيرك. تاني حاجة، انا نفسي اعرف مارسيل كولر يعني يا اما بيعمل تشكيل غلط فبنخسر الماتش من الاول وبيبقى الماتش مكهرب من الاول، بنعمل تشكيل غلط ويجي يلحقه بتغييراته، يا اما يبقى التشكيله صح فهو يعمل تغييرات خزعبليه زي اللي عملها كده في ماتش باتشوكا كده لما سحب وسام ابو علي، التغيير الغريب من ساعه ما جه مارسيل كولر. هو ده اغرب تغيير شفته له في يعني في طول مسيرته معانا، طوال مسيره مارسيل كولر معانا، ده اغرب تشكيل شفت، او ده اغرب تغيير شفته بتاع وسام ابو علي في ماتش باتشوكا. ولكن نفسي افهم
يعني ايه ابتدي التشكيل امبارح؟ يعني احنا امبارح مارسيل كولر بدا التشكيل، الشناوي في حراسه المرمى، على اليمين خالد عبد الفتاح بيعوض الاثنين المصابين محمد هاني وعمر كمال عبد الواحد، على الشمال يحيى عطية الله، 2 قلب دفاع رامي ربيعه واشرف داري. ماشي منطقي. 2 او 3 في نص الملعب بيلعب باحمد نبيل كوكا، بيلعب بعمرو السوليه، وبيلعب بامام عاشور. مقبول، لاعيبه كويسين رجلهم في الملعب، ماشي مقبول. تعالى بقى للجناح، بيلعب بحسين الشحات، وبيلعب الناحيه الثانيه بكريم الدبيس، وبيلعب باسامه ابو علي مهاجم. مش اعتراضا والله على كريم الدبيس، لاعب لسه صغير ولاعب لسه شاب، هو خلاص كبر يعني بقى عنده 23 ولا 24 سنه، لكن كريم الدبيس بيلعب معانا بقاله قد ايه؟ يعني امتى كريم الدبيس؟ انت اصلا ذات نفسك يا مارسيل يا كولر لما كان علي معلول بيتصاب ما كنتش بتلعب كريم الدبيس اللي هو اصلا مركزه باك شمال، ما كنتش بتلعبه باك شمال، وكنت بتجيب عمر كمال عبد الواحد من الباك اليمين تلعبه باك شمال. امتى كريم الدبيس لعب معانا عشان اقوم جاي ملعبه جناح؟ انا التشكيل يعني لما شفت التشكيل، كريم الدبيس بيعمل ايه هنا في الحته دي؟ كريم الدبيس بيعمل ايه في الحته دي؟ يعني ما طبيعي انه كريم الدبيس يبقى وحش في المباراه زي كل الفرقه. الراجل ما بيلعبش، ما خدش غير كام دقيقه معدوده على الايد، راجل مش مشارك، راجل رجليه مش في الملعب، فطبيعي هو يبقى وحش. بعد كده انت شايف ان احنا في الشوط الاولاني كنا اقل كلمه اتقال كنا زي الزفت. المفروض بقى ان انا انزل الشوط الثاني، ودي برضو نقطه خلاف برضو مع مارسيل كولر، نقطه خلاف كبيره ان هو تغييراته متاخره. المفروض كنت انزل الشوط الثاني من اول الشوط الثاني على طول اعمل تغييراتي، لكن انا استنى. احنا اول تغيير انا كاتبها لك، اول تغيير احنا عاملينه في الدقيقه 77 لما اقتنع بقى انه ايه ده يا كريم دبيس انت بتعمل ايه عندك؟ هو انا اللي نزلتك يا كريم دبيس؟ هو مارسيل كولر بقى بيقول انت بتعمل ايه يا كريم دبيس عندك في الملعب؟ هو انا اللي نزلتك؟ لا تعالى لي في الدقيقه 77 يعني عدى نص الشوط الثاني كمان. افتكر مارسيل كولر ان احنا وحشين وان احنا ما جيناش الجزائر، فخرج كريم الدبيس ونزل قفشه اللي هو المفروض يبتدي بيه من الاول. ده كان ممكن يبتدي بقفشه ويلعب امام جناح زي ما بيعمل في بعض الماتشات. ايه اللي خلاه يلعب بكريم الدبيس من الاول؟ انا مش فاهم. بعد كده في نفس التغيير او في نفس الدقيقه خرج عمرو السوليه ونزل اكرم توفيق مركز بمركز. ماشي. التغيير بقى الاعجب على الاطلاق في الدقيقه 97، يعني الحكم كان ادى 7 دقايق وقت اضافي. مارسيل كولر عمل تغييرين في الدقيقه 97. سيبك من اللعبه اللي بتنزل، انا لو منزل باتمان سوبرمان كل عائله مارفل هيعملوا ايه في اخر دقيقه؟ يعني ايه اللي هيعملوه في الدقيقه اللي فاضله او الثواني اللي فاضله؟ لما نزل بيرس تاو، سيبك ان بيرس تاو اصلا مستواه ضايع، بس بيرس تاو ما حل عندك، بتلعب كريم الدبيس ليه وبيرس تاو قاعد عندك؟ ما نزلتش بيرس تاو بدري ليه؟ بتنزل كهربا وبيرس تاو هيعملوا ايه في الدقيقه 97؟ يعني انت نزلت كهربا خرجت حسين الشحات، نزلت بيرس تاو خرجت نبيل كوكا. انا ما عنديش مشكله في التغييرات وتخرج مين وتنزل مين، حسين الشحات برضه مستواه برضه زي الزفت، لكن انا عندي مشكله انت منزلهم في الدقيقه 97 هيعملوا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم نزلنا تيت الحكم صفر. تشكيل في حاجات غلط فيه، بيبتدي مارسيل كولر باسامي وبلعيبه ما بتلعبش زي كريم الدبيس. تغييرات متاخره جدا، وللمره المليون بنتكلم ان تغييرات الراجل اغلب الوقت بتبقى متاخره. بتاخر في التغييرات ليه؟ ما اعرفش. يعني الفرقه فعلا مستواها وحش. يعني من المسؤول عن كده؟ مارسيل كولر مسؤول عن كده. هو يجي رقم 3 زي ما بقول لك كده، الاداره رقم 1 واللعيبه رقم 2 وهو رقم 3، لكن انا كمدير فني شايف الفرقه فيها حاجه وحشه ما بغيرش ليه؟ ما بتكلمش مع الاداره اكتر من مره ليه؟ فين دور انا في الملعب؟ ما بلعبش بالتشكيل الصح ليه؟ يا عم انا متفق معاك، او لسه قايل لك ان احنا عندنا ما عادش عندنا دكه. ما عادش عندها دكه، ده اعمل ايه بقى؟ انزل بكل اسلحتي الهجوميه من الاول، اخلص الماتش وبعد كده ابدا اريح. يعني تفكيري كده، ممكن انت يكون لك تفكير تاني قول لي، لكن انا تفكيري كده. احنا بنشتكي زينا زي الراجل ان احنا ما عندناش دكه ودكتنا بقت ضعيفه،
يبقى انا انزل من الاول كده، انزل بكل اسلحتي، اخلص الماتش، انهي على الماتش خالص، وادخل الشوط الاولاني بمنتهى القوه، اخلص الماتش، وبعد كده اريح اللعيبه. لكن انا بنزل بكريم الدبيس، طبعا ده يعني ده مش هجوم في كريم الدبيس، لاعب مظلوم، لاعب ما بيلعبش اصلا معانا، ما بيلعبش. لكن انت بتنزله، بتجيبه من الدار للنار وهو اصلا ما بيلعبش، وتغييراتك متاخره، والفرقه مش شكلها في الملعب وحش. فزي ما بقول لك كده، النتيجه الطبيعيه ان احنا كنا نخسر امبارح. رحمه ربنا بينا ان احنا خسرنا واحد بس. رحمه ربنا بينا ان احنا خسرنا واحد بس. قبل ما انسى، الشناوي بالخطأ اللي هو عمله امبارح، ان الكرة سهلة جدا يمسكها عادي ما تتردش من ايده، الكرة سهلة قوي. الشناوي بقى يعني الكلام ده احنا قلناه قبل كده، المفروض بقى يقعد دكة بقى. حارس المصري الاول على عينه وعلى راسي، الحارس الاولاني على عينه وعلى راسه، وقدم الكتير وافضل حارس في مصر بقاله كذا سنة، لكن سنة الحياة مستواه بينزل، مستواه نازل حاليا. هو وشوبير، مش هو احسن من شوبير، يبقى لازم شوبير هو اللي يلعب عدل. طبعا بعد الخساره امبارح ديت، يعني المجموعه ولعت. ان لو كنا كسبنا امبارح او لو كنا تعادلنا على الاقل امبارح، كنا خلاص يعني ايه، ريحنا نفسنا شويه. لكن احنا امبارح خسرنا، فبقى او اتجمد رصدنا عند 7 نقط. شباب بوليسداد بقى ورانا في المركز الثاني 6 نقط. اورلاندو بايرتس عنده 5 نقط، والنهارده هيستقبل استاد ابيجان على ملعب اورلاندو بايرتس، عنده في ملعبه في جنوب افريقيا، في ماتش سهل جدا. وهيكسب استاد ابيجان، هيكسبوا كمان بسكور كمان، فهيبقى اورلاندو بايرتس 8 نقط، هيبقى هو المركز الاولاني. فالمجموعه هتولع 8 7 6. يعني الجولتين اللي جايين ما ينفعش فيهم ترمش لو انت عايز تتاهل للدور اللي جاي. يعني مستوى سيء للنادي وللفرقه، اداره مسؤوله عنها رقم 1، لاعبين مسؤولين عن النتائج والاداء السيء رقم 2، مدير فني مسؤول رقم 3 عن النادي وعن عن الفتره او عن الاداء السيء ده. ده من وجهه نظري رأيي في اللي حصل امبارح وفي الهزيمة اللي حصلت امبارح ومن المسؤول عنها. محتاج برضو اسمع رأيك، قول لي برضو شايف الاداء اللي احنا عملناه امبارح كان ايه وعامل ازاي، شايف التشكيل كان عامل ازاي، اداء الفرقة عامة في اخر كام فترة كده رأيك فيه ايه، مين اللي يتحمل المسؤولية. قول لي برضو مين اللي يتحمل المسؤولية من وجهة نظرك. شارك في التعليقات وقول لي رأيك في التعليقات. مهم ان احنا نسمع بعض ونكلم بعض ونشوف مين المسؤول عن كم الكوارث اللي بتحصل في الفرقة. وفي الاخير اعمل سبسكرايب للقناه، انزل اعمل سبسكرايب للقناه، فعل زرار الجرس عشان تجيلك تنبيهات بحلقاتنا اول باول، واعمل برضو لايك وفولو وشير للبيج بتاعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه. صباحكم زي الفل، يومكم زي الفل. يلا يعني نزعل شويه لكن خلاص اللي حصل حصل وخسرنا، الحمد لله على كل شيء. اشوفكم ان شاء الله على خير في حلقات جديده. استودعكم الله، السلام عليكم.